السلام عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم البنات بواحد الطريقه ديال الطورطه. عندي واحد الطلبيه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. راه واخا هاد البرد والله العظيم انا عرفتي شحال ما حطيت حتى فيديو في اليوتيوب، ولكن البرد اختي والله العظيم الا قتلنا البرد. اش غادي نقول لك، مع جينا قرابين الافران راه البرد بزاف. ايوا كما كتشوفوا هنايا قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الطورطه. جينواز غزاله، طويها لعبي بها كما بغيتي، وغادي نعطيكم الطريقه باش تزينوا الطورطه ديالكم بواحد الكره رائعه وزوينه بزاف بعجينه السكر والشكلاط ونصوبوا التوني. وغادي تشوفوا ساهله وبسيطه، يعني كتشوفوها هكا في باستريات وداكشي كيجيب لكم الله ما عرفت باش مصوبه. راه ساهله وبسيطه، علاش لا ما نصوبوهاش في ديورنا لوليداتنا هكايا لوليداتنا. ولا هكا تشدوا طلبيات بها، علاش لا؟ حتى الطلبيه ممكن، راه حتى حاجه ما صعيبه، غير توكلي على الله وربي غادي يسر الامور. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا عندي 5 ديال البيض، وعندي كاس ديال السكر ما عامرشي بزاف، خصو غير واحد شويه، وقريصه الملحه. والبيض كيكون خارج من الثلاجه من قبل دائما البنات. دابا البرد وحتى في الصيف ما ديروش البيض في الثلاجه. الجينواز كيبغي البيض يكون خارج من الثلاجه بيومين من قبل، دابا راه البرد. صافي كما كتشوفوا كنطرب مزيان هذا البيض مع السكر مع قريصه الملحه حتى كيطلع ليا. كنأكد على الباطوغ ديالكم كيكون في اقصى سرعه باش كيطلع لكم هذا البيض. كنطربوا مزيان حتى كيولي بحال هكا، يعني حتى كيعطيكم واحد المنقر. ما كتحبسوش وتخليو تطربوا وتخليوه تما عاوتاني تمشيو ديروا شي حاجه وترجعوا تطربوا. لا، ان فوا كتشدوا الباطيغ في يديكم تبقى كتطلعوا البيض ديالكم حتى ما تحبسوش حتى تطلعوا البيض تطلعوا هذا البيض ديالكم. هنا عندي واحد المعلقه ديال قشور الليمون، قشور البرتقال، عندي 2 معلقات ديال الماء اللي كيكون دافي بحال اللي كنرضعوه للبيبي، دافي. مع دابا البرد الا درتو الماء بارد راه غادي يجيكم غتهبط لكم هذا الخليط ديالكم غيهبط. وعندي كاس ديال الدقيق اللي كيكون عامر بيدي، كنبرك عليه مزيان حتى كيعمر. كاس الدقيق عامر مزيان، وجوج معلقات ديال المايزينا او النشا. صافي البنات هادو هما المكونات اللي عندي، وكنخلطهم من الاسفل للاعلى. داك الماء اللي درناه البنات كيخلي لكم الجينواز ديالكم ما كتهرس لكمش وما كتضيعش، كتبقى زوينه وطويها ولعبي بها كما بغيتي. هذا هو الدور ديال الماء. صافي كنبقى نضيف الكاس ديال الدقيق دفعات مع المايزينا اللي عندي 2 معلقات كبارين بومبيين ديال المايزينا او النشا، وكاس ديال الدقيق كنقول لكم اللي كيكون عامر حتى كنعمرو بيدي، كنبرك عليه بيدي حتى كيعمر. صافي كنبقى نخلط وكنضيفو دفعات داك الدقيق ديالنا. في هاد الاثناء الفران انا شعلته من الاسفل ومن الاعلى، وكنطفيو الاعلى وكنخليو غير الاسفل الفران ديال الغاز. صافي كما كتشوفوا عندي الورق الفران دهنته بشويه زيت باش ما يلصقلياش، لان عندي الورق ماشي زوين. صافي وغادي ندير هاد الخليط ديالي وندخل لاطه الفران طيب. العافيه كتكون من الاسفل متوسطه، تقريبا كدير لكم واحد 20 دقيقه او ربع ساعه هكاك على حسب الفران ديالكم. انا دات معايا 20 دقيقه. المهم من الاسفل حتى كطيب من الاسفل، عاد كنشعل عليها شويه من الاعلى. هنا خرجتها باقا سخونه كما كتشوفوا، كنقلبها باش نحيد هذا الورق ديالها، هي راه باقا سخونه. يلا خرجتها من الفران. صافي البنات كما كتشوفوا هنا ما تخافوش منها، حيدوا هذا الكاغط ديالكم غادي نعاود نقلبها. علاش نقلبها البنات؟ باش كيبقى داك الوجه الفوقاني الا خليتوه غادي تلصق لكم في الكاغط. رجعوها كي كانت وشدوا له الجينواز بيديكم باش ما طيح لكمش الجينواز. صافي كما كتشوفوا هنايا باقا سخونه ورطبه وزوينه، ولكن هنا غادي نغطيها انا دابا. قد ما كتخليو الجينواز ديالكم تبقى واحد الساعه ولا 2 سوايع كترجعوا تلقاوها رطبه وزوينه لويوها كما بغيتو تخدموها الكيكس ويسرول. من الاحسن انكم تخليوها واحد الساعه عاد ترجعوا لويوها. ما تلويوش هاد الجينواز ديالكم تخدموا بها الكيكس ويسرول وانتم باقا سخونه وانتم كتلويوها، لا كتهرس ليكم. شوفوا ها انتم بعد ما دوزت ليا انا واحد 2 سوايع ومشيت ليها باش غادي نقطع الجينواز ديالي، لعبي بها كما بغيتي، كنطويها كنلويها ديري بها اللي عجبك. المهم خليها تبرد، عاد ديك الساعات لويها في الكيكس ويسرول ولا قطعيها ولا اللي عجبك. صافي كما كتشوفوا عندي واحد الاطار، هذا الاطار عندي كيتزيد وكينقص، يعني الاطار اللي غنهز ليا طورطه فيها كيلو، المهم قريبه كيلو ونص. صافي غادي نقطعها، راه غير شدت ليا غير واحد طريف من هذا الجينواز ماشي بزاف، غير شويه. غادي نقطع واحد 2 طروفه اللي بغيت انا على شكل مربع، وانتم قطعوها دائري ولا اللي بغيتو. هذا هو اللي شاط ليا غير واحد طريف صغير تما، يعني ما غيصلح ليا حتى شي حاجه. هذاك اللي بقى ليا الا صغرتوا الجينواز ديالكم بحال مثلا كيلو، راه غيبقى لكم 2 طريفات باش تعمروا. على حسب هكا الحجم ديال الكيلو غتبقى لكم واحد 2 طريفات تقدروا تستعملوهم نتوما هكا راسكم في الدار، ولكن انا راه ما بقى ليش، يعني جاتني نيش على حساب. صافي كما كتشوفوا هنايا صافي غنشد هاد 2 طروفه اللي بقاو لي هكا قطعتهم، كنريقلو في التقطع، كنقادو الجينواز ديالنا ونقطعو. هنا غنخليو الجينواز البنات على جنب ونغطيها ونرجع معكم لعجينه الشكلاط او السكر. كنقولوا لها عجينه الشكلاط لان داخل فيها الشكلاط،
وكنصاوبوها بسكر كلاصي. عندي هنايا نص ورقه ديال الجيلاتين، غادي نقطع نحيد غير الربيع ديالها، نص ورقه غناخذو غير الربع ديالها. وكما كتشوفوا هنايا عندي 7 القطع ديال الشوكولا ديال الكالا، 7 القطع الشوكولا ديال الكالا. وهاد 4 وريقات ديال الجيلاتين غادي ندوز كاع هاد الوريقه، هاد الكالا فوق الماء، نديرها في حمام مائي حتى كتذوب ليا فوق النار، ونحيدها فوق النار وندوز ندير واحد المعلقه صغيره ديال الكليكوز، معلقه صغيره ديال الكليكوز. صافي البنات هانتوما كتشوفوا هذه هي المعلقه الصغيره ديال الكليكوز، كنضيفوها وهو هكا في هاد الشكلاط عندنا في حمام مائي سخون. هنايا كنعصر داك الوريقه، داك ربع وريقه راه غير شويه ديال الجيلاتين كنعصرو ونضيفو. وهنايا غنبقى ندير من بعد ما كنخلط مزيان ديك الوريقات الجيلاتين مع داك الكليكوز، كنخلطو مزيان. الا شفتوها ان الكليكوز تكلل ليكم وما بغاش يسرح ليكم، رجعوه شويه فوق حمام مائي يسخن ليكم، وعاد ضيفوا ديك الورقه ديال الجيلاتين، داك الربيع الوريقه، يعني نص ورقه قسمنا حيدنا منها غير الربيع، كنشدو نص ورقه وكنقسموها في النص. صافي البنات هنايا تشوفوا نتوما كتشوفوا دابا من بعد ما خلط داك الجيلاتين مع واحد المعلقه كبيره ديال السكر او 2 معلقات. المهم نتوما كتبقى ديروا السكر حتى تحصلوا على واحد العجين كيكون شويه ماشي رطب ماشي قاصح. انا درت 2 معلقات ديال السكر بودره، سكر كلاصي 2 معلقات. هنايا قسمت هذا العجينه ديال الشكلاط، قسمتها لان غادي نلونها. هذا الطريف اللي عندي كما كتشوفوا درت فيه الملون ابيض باش كيجيني اللون ناصح، ابيض ناصح كما كتشوفوا. شفتوا اللون الاخر هو هذا كيجي بحال لي بلون كاسي، وهذا بيض. واللي بقى لي عاوتاني واحد شويه غادي نقسمو بحال هكا غير شويه، بغيت شويه في الاسود باش نصاوب به الكره. المهم كتضيفوا الملون على حسب الرغبه، الملون كتضيفوا بشويه بشويه حتى تحصلوا على داك اللون اللي نتوما باغيين، اللون اللي بغيتو اخضر اسود. انا استعملت هنايا اللون الاحمر باش نستعمل هنايا التوني، واللون الاسود والابيض اللي درت فيه شويه ديال الملون الابيض. صافي البنات خليتهم على جنب. من بعد ما صوبتهم خليتهم على جنب. هنايا غندوز نصوب معكم الكره اللي غادي نزين بها الطارطه ديالي. كنشدو واحد تقريبا هكا واحد الكره، المهم ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره عاوتاني بزاف. صافي كنحطها نكورها ونحطها على جنب. وهنايا كنكور كورات غير صغيورين غير صغيورين، كيكونوا قد الحبه ديال الحمص، يعني كيكونوا غير صغيورين كنكوروهم وتنحطوهم هكا على جنب. وهنايا هاد الكحله انا ما كورتهاش، كورتها ليا بنتي، لان انا كورت انا اللون الكحل ورجعت قصت الكره بيدي كلشي غيتلون ليا باللون الاسود. فهمتوا؟ الا قصت اللون الاسود بيديا راه كلشي غيولي اسود. الالوان المغلوقه راه دغيا كتبان في اليدين. هنايا كما كتشوفوا درت هنايا في الكره هذيك الاسود، ديك الكره الصغيره في الاسود هكا، وزدت لها 5 مع الجنيبات في الابيض. عاوتاني كنضيفوا وحده في الاسود ونضيفوا لها عاوتاني غير 3. في الاول كنضيفوا 5 وفي الاخر كنبقاو نمشيو كنديروا وحده في الاسود وكنضيفوا مع جنبها 3 في الابيض. صافي وكتمشي بحال هكا حتى كتكملي، لان كيكون في الاول ضروري خصك تبداي ب5 وفي الاخر كتكملي 3 د الحبات، كديري وحده الاسود ديري 3 وتمشي هكاك حتى كتكملي الكره ديالك كلها. ساهله وبسيطه. هانتوما كتشوفوا البنات من بعد ما كملت صافي ساليتها كامله. كنحاول نقادها بيديا وردوا البال باش ما توسخوهاش بيديكم، لان اللون الاسود راه دغيا كيطلق في اليدين. صافي هنايا غادي نقادها كنكوروها شويه بيدينا بحال هكا شويه، نعاودو نكوروها باش تقاد ليكم. صافي كنحطها على جنب. صافي هنا غندوزو للتوني. كما كتشوفوا هنايا شديت العجينه اللي عندي ديال الشكلاط الحمراء وغادي نصاوب بها التوني. هنايا بعد ما كنطلق العجينه بالدلاك كنشدو هكا السكين وكنقطعو بحال اللي غنديرو مثلا شي مثلث، راكم عارفين. المهم باش نصاوبوا العنق ديال التوني هكا. صافي غنديرو بحال الشكل اللي غنديرو شي مثلث. صافي هنايا كندوز عاوتاني تحت الباط اللي غنصاوبو هكا اليد ديال التوني، كندير واحد الشريطه تحت من اليد غير شريطه، ومن بعد كنقطع عاوتاني في الطول. هانتوما كتشوفوا. كنتمنى اننا تكونوا فهمتوا وتكون واضحه. راه ساهله البنات، راه ساهله وبسيطه. الله يعطيكم الصحه البنات، الله يحفظكم ويعطيكم قصر في الجنه ويعطيكم ما كتمناو في العواشر. الا ما بارطاجيو لنا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخليو لينا لايكات ديالكم والتعليق ديالكم. والا بغيتوا مثلا الفيديو يبقى يتحط كامل، يعني واخا غادي يكون طويل فيه مثلا نص ساعه 30 دقيقه، خليو لي في التعليق ما عنديش مشكل. انا قسمت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. هنايا درت اشريطه غير صغيورين باللون الاخضر ولصقتهم في اليدين ديال التوني وفي العنق. وهنا الرقم ديال 7 كنلصقوه، ممكن تلصقوا بالكليكوز
هاد العجينه ديال السكر ممكن تلصقوها بالكليكوز اللي شفتوها قصحت لكم، لصقوا بالكليكوز داك الكويرات ديال الكره رقم 7 انا لصقته بالكليكوز. ان شاء الله يا ربي البنات الفيديو الجاي ان شاء الله خليكم مراقبين الفيديو اللي غادي تحط من مورا هذا، غادي نعطيكم الطريقه ديال الطورطه باش عمرتها، والكلاصاج ميغواغ اللي ساهل وبسيط، اي وحده تقدر توجد هذا الكلاصاج. حنا كنعرفوا الكلاصاج راه ملي كنوجدوا هذا الكلاصاج ميغواغ بعد المره كنديروا فوق فوق الطورطه ديالنا، والكريمه كتطلع لك بالسخونيه ديال الكلاصاج. هذا الكلاصاج ساهل وبسيط وزوين، غادي يعجبكم وتوجدوه غير بشويه عليكم وديروه فوق الطورطه غير بشويه اختي وانت مرتاحه. ما تمشيو فين نبقاو حتى ان شاء الله الفيديو الجاي، وراقبوا معايا مزيان باش تستافدوا من جميع التفاصيل. وكنشكركم بزاف على المتابعه البنات، الله يحفظكم ويجازيكم بالخير. بارطاجيو هذا الفيديو وخليو لينا لايك ديالكم، التعليق ديالكم الزوينه، الله يكبر بكم وشكرا بزاف. السلام عليكم.